يا رب تكونوا بخير. انا جاي لكم بقى في فيديوهات طرش كده يا اسطى، طرش. جايب لكم فيديوهات كده من البهاريز. تمام، عايزك بقى تحضر طبق السناكس بتاعك وتحصلني عشان في دمار شامل. واللي ما يعرفنيش، انا اخوك ياسين، بقدم محتوى رياكت، فيديوهات عباره عن ضحك وهزار وشبرقه شبرقه. لا طلا انا اتعشيت فينو. لا احمد، انت عملتها اغنيه؟ ده انتوا واقفين بتعملوا اغنيه؟ ايه المصيبه اللي انتوا بتعملوها دي يا حاج علي؟ ده انا كنت بتريق عليك في الفيديو اللي انا عملته. احمد يا عم احمد يا عم، انت بتعمل ايه؟ يخرب بيت كده، انتوا هتعملوا اغنيه بجد؟ وجبنا كمان ولانشون كمان، وانا كلت القيصر. كلت ايه يا عينيا؟ كلت القيصر؟ قيصر ايه يا دي اللي انت كلته يا؟ قيصر ايه؟ يخرب بيت كده، انت اللي طلعت لنا الوباء ده كله. يخرب بيت دماغك، ده الشعب المصري كله بيدعي عليك. وباء ايه ده؟ ده وباء ايه ده؟ ده الصين مش عارف الصين هتعجز في الاختراع تفضية الوباء اللي احنا فيه ده، اقسم بالله. كلت القيصر كله. وانتصرونا يا جماعه، الحاج علي مع الكروان في اغنيه جديده، اكتساح مصر 2026 ان شاء الله. احلى الحاج علي. اكتساح مصر كله، احلى حاجه عليه. يا عم انت، يا عم انت بتتريق على ابوك وهو واقف جنبك وعارف اللي انت بتعمله هبل، وبرضه بتعمل اعمل فيكم ايه؟ اعمل فيكم. والمصحف انا لو ينفع لسوع كنت لسوعت كده بيو. في حاجات كده نفسي اعملها بس ما ينفعش. عشان فريد سيطرة. عشان فريد سيطره. لا انت اللي قلت فريد اهو. عشان فريد ده باخدها سيطرة. منها. خلاص طلبات يا حاج علي، انت ما فارد سيطره ولا فارد حاجه، انت فارد بلاوي، انت فارد بلاوي تانية. يا عم انتوا بتعملوا ايه؟ يخرب بيوتكوا، هتودونا في داهيه، دماغنا مش مستحمله. احنا من 2019 لحد 2025 وداخلين على 26، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. انا مش فاهم، انا تايه. عشان فريد سيطره. عشان فريد سيطرة. عشان فريد سيطره. اهو فريد اهو. انت عشان يا ابويا فارد سيطرة، مش فريد سيطرة. مين فريد ده؟ فريد ده اخوك ولا جدك؟ عشان فارد سيطره. ايوه كده. عشان فريد سيطره. بص عشان فريد سيطرة. اذكر. مين يا بابا فريد سيطرة؟ تصاع عشان فريد سيطرة. هو المؤلف هو اللي بيقول. الله اكبر، انتوا كمان جايبين مؤلف؟ ده انتوا عديتوا الفلنكات، يا نهار اسود. عشان فريد سيطرة. عشان فريد سيطرة. فريد سيطرة مين؟ عشان فريد سيطرة. بص بقى يا نهار ابيض على دي جملة، دي الجملة طلعت صعبة. امال هتعملوا ايه بقى في الكلمات الباقية من الاغنية؟ ده انا لما تنزل الاغنية ديت هتف عليها والله العظيم. بقول لك ايه، حضر معايا بقى ايه اي حاجة كده عشان احنا داخلين على الدارك ويب. Peace up, A-Town. Yeah. Okay. الله، العب يا حماده. ايه النازله والطالعه اللي احنا عملناها دي؟ ده احنا جايين من الفضاء تقريبا. لا والله، يعني انت اتخضيتي من لو حد بيصورك وما اتخضيتيش مننا اللي احنا بنتفرج على كل حاجه قدامنا؟ يعني احنا عادي، احنا اخواتك يعني عادي، الموضوع عادي، لكن اللي واقف بره في الشارع ده غريب صح؟ بني ادم صح؟ عادي ما يصوركيش، لكن انت تتصوري لنا وانت عماله بتعملي الهوبا لالا صح؟ يا اولادي انا ابتديت اخد ورش تمثيل، والنهارده هعمل لكم مشهد لما اقابل حد ويطلع من فيوم. مالهم الفيوم يا بت؟ ناس محترمه وناس كويسه، مالهم؟ هتعملي ايه؟ يخرب بيتك. انا حاسس، هو انا من شكلي كده انا عارف اللي فيه مصيبه داخله علينا. هاي، انت من الفيوم؟ اه. انا طول عمري نفسي في كتكوت. فاهمك عامه. هو عامه اللي انت بتعمليه ده هبل، ولا ليه علاقه اي حاجه بالتمثيل؟ كتكوت ده انا انت عايزه كتكوت في دماغك. هات كتكوت. مش معايا كتكوت.
انت من الفيوم ومش معاك كتكوت، انت اكيد مش بتقول الحقيقة. شوف ازاي المفروض بيبقى من الفيوم يبقى ماشي بالكتاكيت في جيبه، صح؟ عشان كل لما اي حد يطلب منه كتكوت يقوم مرازع له كتكوت من تحت لفوق على طول. لا بقول الحقيقة، مش معنى ان انا من الفيوم ان انا لازم يبقى معايا كتكوت في جيبي. في جيبك ها؟ طب وريني جيبك كده. انا قسما بالله انا لو يعني الكلام دوت لو واقف معاه والله العظيم كنت اوريك حاجه تانية. يا شيخ انت ايه اللي فينا؟ انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما تعملي اي حاجه عدله بقى، انت مش انت في ورشه تمثيل والمفروض اللي انت هتمثلي وهتطلعي تبهري اللي جابنا، فاعملي لنا حاجه عدله. انا اكيد مش هوريكي جيبي. لا هتوريني. سيبي جيبي، سيبي جيبي، تحرش. كتكوت. انا كنت كتكوت؟ طلعتي كتكوت تحرشتي بيه كمان؟ ده انت عايزه تضربي بالشبشب. والله العظيم فين الشبشب؟ انا هقوم اجيبهولك عشان ده انا هقطع الشبشب على دماغي. انا كنت عارفه، انا كنت حاسه، انا كنت متاكده ان معاك كتكوت في جيبك فعلا. لا دي ما بتتقالش كده، بص كده، انا كنت متاكد، انا كنت متاكد. دي ما بتتقال كده. ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ فعلا طلع معايا كتكوت. انا دلوقتي اتاكدت ان بتوع الفيوم مش جدعان وكلكم كذابين. لا والله كلهم كذابين عشان ما بيمشوش بيه كتاكيت. انا لا يعني انا حاسس مش عارف ليه لو اي حد من الفيوم شاف الفيديو ده والمصحف لو شافك في الشارع لا هيطلع منك كتاكيت، هيطلع منك خلية كتاكيت كده صغيرة يقعدوا يتنططوا في الشارع. دي مش حقيقة، بتوع الفيوم جدعان ومش كذابين. ازاي تقولي كده؟ عادي. نفسي اعرف مين المتخلف اللي دخلك ورشة تمثيل ده، انا لو شفته هجري وراه بالشبشب والله. انا هوريكي ان بتوع الفيوم ناس كويسة جدا. لا ما تقوليش هيطلع ايه من جيبه، شكله هيطلعه وهيلسوعك بيه. الرساله دي لنتنياهو. في يا بطل مين اللي مزعلك؟ قول لي البغل دوت هو اللي مزعلك؟ ما عادي، ما هو مزعل العالم كله، بس هو جاي له يوم. بس انت مالك فيه بقى؟ مالك طالع بتتكلم كده ليه؟ اكيد انت هتعمل حاجه. النهارده شفت في الاخبار ان انت بتقول اي قرار بيتاخد مراتك هي المسؤوله عنه، يعني مراتها؟ جوديا. يعني بمعنى صح انت مالكش لازمه. طب بص يا بابا، انا مش هحل معاك غير لما انت تتنازل لي عنها. اديله مراتك بدل منكوته قاله ويو. اديله مراتك بدل ما نكوتك قال. اديله مراتك. انا قررت اعتزل السوشيال ميديا نهائيا وارجع اشتغل على التيك توك تاني. يا فرج الله، يا فرج الله، زغرت يا وليه. زغرت يا حاجة، اخيرا يا اخي، اخيرا سمعت كلامنا. انا كنت حاسس ان احنا كلامنا صح. وخلاص كده انا اعتصرت. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. يا باشا انت مش محتاج اي كومنتات، انت ربنا يوفقك وان شاء الله يا ربنا يكتب لك اللي فيه النصيب وتقل فينا وخلاص. على كده بقى قفل المحاضر وقفل كل حاجه وخدهم باكج كده واتكل على الله على اي توك توك وشوف الدنيا ماشيه معاك ازاي. طب عينيكم ان انا ارجع اشتغل على التيك توك تاني؟ نو. انا قلبي كان حاسس العيله ديت بتحب تلعب بمشاعرنا. انا قلبي يا عم اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا يا جدعان. ما هو مش كده الدنيا، السلوك ملمسه، والسلوك لما بتلمس الكنترول بيولع. يخرب بيوكوا هتعملوا فينا ايه؟ الله على الحبيب قلبك يطيب مع ابو زماره. مع ابو زماره اعمل حوادث واتكل على الله وما تشيلش هم العربيه. احنا هنبيعها وهنظبطها، احنا هنخليها سوفت كلوزيف. ما تشيلش هم، ربنا يسلم الجميع من كل مكروه وسوء. ابو زماره كده غلط. ابو زماره انت كده بتدعي لهم. ابو زماره انت المفروض تدعي اللي هم يعملوا حوادث ويعجنوا العربيات عشان انت تبقى مستفيد يابا، ما تدعي لهمش. ابو زماره لشراء جميع سيارات الحوادث في اسرع وقت ممكن. ايه ده ابو زماره؟ هو انت عملت خط ساخن واحنا ما نعرفش ولا ايه؟ ده انت عديت الفلنكات يابا، عملنا خط ساخن ولعبنا في الدنيا. ايوه يابا.
اعمل حادثه وابو زماره في ظهرك، ما تشيلش هم حاجه. شايف الراجل بيقول لك اعمل حادثه وابو زماره في دارك، يعني اللي هو خش بالعربيه في الحيطه، رجعها كبوت في الاكسدام، وهو ما تشيلش هم ابو زماره اللي قطع اي غيار اي سياره هيبص هيرجع لك العربيه زيرو وهيبيعها لك كأنها جديده. بس ما تجيش يمة اي حاجه، تمام؟ إن شاء يعني الله. ايه مش هاجي اعمل اي حاجه؟ امال هاجي لك ليه يا ابو زماره؟ ما هو انا جاي لك عشان نعمل اي حاجه، امال مش هنعمل اي حاجه ازاي يعني؟ ان شاء الله النهارده معانا تويوتا 2017. ايه ده؟ دي تويوتا؟ والمصحف دي تويوتا؟ يا نهار اسوح. مش عارف اقول لك تنتهي ولا تبتدي ولا تعمل ايه، بس هي عربيه. عيب ابو زماره، انت راجل محترم ما بتكدبش، دي مش عربيه، دي قطع غيار لعربيه او بواقي عربيه. صلاة النبي عليها الفتيس والمكنه سلامه همت. بقيت العربيه عايزه كل حاجه. يعني ما شاء الله انت هتروح تشتري مكنه وفتيس مرزع تمام، والعربيه عايزه كل حاجه، يعني ما تشتريش العربيه، اشتري الفتيس والمكنه، هي الفتيس والمكنه هم اللي هيجيبوا لك الالمونيا يابا. بقيت العربيه ان شاء الله عايزه كل حاجه، فيها رخصه طويله، ده اللي مشجع. انت هتتكلم عن الرخصه ابو زماره؟ هو ده احنا معانا رخصه مدى الحياه يابا، ده احنا على الله حكايتنا، العربيه دي معانا الرخصه بتاعتها طول مدى الحياه. اللي مشجعني للعربيه ان هي فيها رخصه طويله ان شاء الله، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. صلى الله عليه وسلم. يعني هو ده اللي يشدك للعربيه اللي هي رخصتها طويله مدى الحياه؟ هو ده اللي شدك في العربيه؟ ده مش عربيه يا ابو زماره، انا متعود ان انا بجيب عربيه ايه منك متخبطه الجنب متشال، لكن دي مش عربيه خالص، دي متسفلته. مع ابو زماره انت في امان. تعالى يا ميرو. هي عايزه كل حاجه، هي ان شاء الله عايزه كل حاجه زي ما انت شايف. انا والله يا جدعان نفسي اشوف مين الناس اللي بتشتري، ولما بتشتري العربيه زي كده بيعملوا فيها ايه؟ يعني بيعدموها؟ يعني بياخدوا فلوس، يعني بيدفعوا فلوس لصاحب العربيه عشان يعدموا العربيه، ولا بيعملوا فيها ايه؟ العربيه مش نافعه، الكاوتش عامل كده. انت شايف كده، مش عارف اقول لكم تبتدوا ولا تنتهوا دي ايه، بس هي ايه ماشي حالها ان شاء الله 2017. ماشي حالها يا ابو زماره، ده انا مش شايف غير الشكمان هو اللي مظبوط، مفيش غير الشكمان هو اللي واقف بطوله. الشكمان هو اللي مكمل العربيه مشفوطه لجوه. تمام. والشكمان اهوت الحمد لله سليم الحمد لله. المساعد اهو موجود برضه ان شاء الله شغال. طب الحمد لله اللي المساعد شغال ابو زماره، تعرف تطلع منه باي مصلحه، بس هو ماله واقف لوحده كده ليه؟ هو مش بيبقى في دونجل ماسك في اخواته ولا ايه؟ ولا هو مفيش دونجل؟ هو مفيش عربيه اصلا. 2017 ممنوعات، مش هتلاقي تاني زيها تاني اللي عند ابو زماره. انا مصدقك والله ابو زماره، لان انا مفيش عربيه في حياتي شفتها متسفلته كده، يعني ما شفتش عربيه بتتباع متسفلته، ونفسي اعرف اللي هياخدها ده هيعمل ايه؟ هيستخلص الحديد منها ولا هيعمل ايه؟ مش هتلاقي الا فين؟ عند ابو زماره بس. طب اشتريت ما اشتريتش، صلى على الحبيب سيدنا النبي، دمتم في امان. يلا يا رجاله، كله يعمل حوادث ويروح لابو زماره عشان يجيب له اجل العربيه خالص. وبس يا جدعان، اي عربيه متسفلته بلاش تبيعوها عشان مش هتجيب لكم حاجه، يعني العربيه اللي انا لسه شايفها دي تقريبا متسفلته، ديت هتتاخد تروح تتعدم على طول، هي المفروض تتعدم. ويعني ربنا يستر على اللي كان سايقها. انا يعني لو كان راكب فيه ناس غير اللي كان سايق، يعني مكان السواق الدنيا مظبوطه، غير السواق بقى الدنيا بايظه خالص. يعني ربنا يستر على اللي كان سايق ده، تقريبا كان ماشي 400 ولا 500، ما تعرفش هو كان ماشي سرعه كام ولا ايه اللي داس عليه، ربنا يسترها. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبك، ولو عجبك ابعت لي كومنت وقول لي الدنيا فيها ايه، ولو عايز تزورنا بلايك اديها لايك، انا عايزك تديها لحد ما تحشيها. السلام.